My dears, how are you? Hope you are fine. This is Miss Rahma Shaban, and today we are gonna take the indefinite articles a and an. Follow me. The articles a and an. There are 26 letters in the English alphabet. 5 are vowels. A, E, I, O, U. And the others are consonants. يعني عندنا في الإنجليزي 26 حرف. 5 منهم بس هم الحروف المتحركة، أما باقي الحروف كلهم حروف ساكنة. الحروف المتحركة A, E, I, O, U. هنبص للشكل اللي قدامنا دلوقتي ونحاول نحفظ الحروف ونغمض عيننا ونقولهم تاني. Excellent. A, E, I, O, U. برافو عليك. قبل الاسم المفرد المبدوء بصوت حرف ساكن بنستخدم زي مثلا a boy, a girl, a tree, a fan. أول حرف من كل كلمة من الكلمات اللي قدامنا دي هو حرف من الحروف الساكنة. أما لو جالنا اسم مفرد مبدوء بصوت حرف متحرك، الحروف المتحركة اللي احنا لسه قايلينهم من شوية A, E, I, O, U، بنحط قبل الكلمة أو الاسم المفرد الأداة an، زي مثلا an apple, an umbrella, an egg, an insect. كل كلمة من الكلمات اللي قدامنا دي بتبتدي بحرف متحرك. apple أول حرف فيها حرف ال A، وال A vowel letter، فاستخدمنا معاه an apple. وكذلك كلمة umbrella أول حرف فيها هو حرف ال U، وحرف ال U هو حرف متحرك، علشان كده استخدمنا كلمة أو الأداة an. كلمة egg أول حرف فيها هو حرف ال E، ال E vowel letter، فاستخدمنا قبلها الأداة an. ومعانا برضو كلمة insect أول حرف فيها ال I، وال I حرف متحرك، فاستخدمنا قبل الكلمة الأداة an. تعالوا نحل شوية أسئلة. add a or an. هنحط قبل الكلمات اللي جاية لنا دي a أو an. pen هنستخدم a ولا an؟ نبص لأول حرف في كلمة pen، حرف ال P. Is it a vowel or a consonant؟ ده حرف متحرك ولا حرف ساكن؟ برافو عليكم، ال P حرف ساكن مش من الحروف المتحركة، هنستخدم قبليه a. Excellent. elephant أول حرف في كلمة elephant هو حرف ال E. ال E is it a vowel or a consonant؟ It's a vowel. Excellent. وقبل الفاولز بنستخدم a ولا an؟ برافو عليكم، قبل الفاولز بنستخدم an، يعني قبل الحروف المتحركة بنستخدم الأداة an. car أول حرف في كلمة car هو حرف ال C. ال C دوت من الحروف الساكنة ولا من المتحركة؟ C حرف ساكن، والكلمات اللي بتبتدي بحرف ساكن نستخدم قبلها a ولا an؟ نستخدم قبلها a. Very good. onion starts with the letter O. The letter O, is it a vowel or a consonant؟ It's a vowel. Excellent. وقلنا الكلمات اللي بتبتدي بفاول بنحط قبلها an. برافو عليكم. dog أول حرف في كلمة dog D. الدي من ضمن الحروف excellent من ال consonants، هنستخدم قبلها
ولا an؟ excellent. A dog. arm. هنحط ولا an؟ an arm. very good. cup. نحط ولا an؟ a cup. well done. I. an. excellent. snake. a snake. excellent. كلمة orange بتبتدي بحرف الأو. الأو دوت من ضمن الحروف المتحركة ولا الساكنة؟ برافو، الأو حرف متحرك، يبقى هنضيف قبليه الأداة an. excellent. book. برافو. apple. or an apple. excellent. bee. a bee. well done. ant. an ant. excellent. tree. a tree. egg. an egg. ودلوقتي سؤال كمان. choose a or an. هنختار نحط ولا an؟ نقرأ أول سؤال. she is space girl. she's a girl or she's an girl. she's a girl. The second question. it's space insect. an. I can see space bike. a bike. it's space umbrella. an umbrella. very good. he is space boy. a boy. it's space eraser. A or an? An eraser. excellent. I can see space doll. I can see a doll. well done. it's space orange carrot. A or an? An. very good. I am space engineer. An engineer. excellent. it's space rabbit. A or an? a rabbit. very good. I can see space animal. An animal. well done. it's space purple book. Very good. I can see space ice cream. An ice cream. very good. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. لو مستنيين باقي كورس التأسيس ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة لو ما عملتوش، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وكمان شير. والسلام عليكم